اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله النهارده وانا بتفرج على ماتش بيراميدز ومودرن، والله قلت الشيبي عايز يطرد قبل ما يطرد. قلت الشيبي النهارده بيحرجم على طرد. ليه مش عايز يلعب ماتش الاهلي؟ ليه يا ابني مش عايز تلعب ماتش الاهلي؟ حتى حسين الشحات بيقعد احتياطي وما بيلعبش، يعني مش هيرازيك، يعني مش هتلاقي حد يرازي فيك ولا ترازي فيه. ليه مش عايز تلعب ماتش؟ ما تفهمش. النهارده بعد ما مودرن جاب الجون تاني من ضربه جزاء علي فوزي، تمام، الواد بعدها بدقيقتين بيعدي بالكره من الشيبي، فعدى الكره وهيعدي، قام الشيبي وقف قدامه ما يسكتش، لا قام مديله كوع في وشه. طرد مستحق 100% بعد ضربه الجزاء على طول. الحكم اداله انذار. انا قلت الفار 100% هيرجع الحكم ويقول له تعالى احتماليه طرد للشيبي. اتفاجئت ان اللعبه مشيت والشيبي بس ريست معاه الانذار. تحس ان الشيبي كان زعلان ان الحكم اداله انذار، بس مش مبين. ما يسكتش، لا هيكمل ويفضل في الرعونه والاستهتار بتاعه لحد ما يطرد في الدقيقه 83 ولا 84. طب ليه يا ابني؟ ده انت عندك ماتش مع الاهلي وانت اهم لاعب اصلا، مفتاح لعب في فرقتك، والفرقه محتاجاك. المفروض بيراميدز توقع عليه اقصى عقوبه عشان استهتار ورعونه ما حصلتش من لاعب مستهتر، لاعب غلاوي. مش عارف اقول لك ايه يا ابني.